جاني ام مجني عليه؟ ده موضوع مهم وسؤال مهم جدا. طيب خليني اروح للزميل احمد كمون اللي تعب معانا جدا في هذه الحلقه في مجموعه تقارير، واوريك بقى السته دول. 6-1 الشرقيه للدخان بقياده ابو بكر فوده، ويصعد الى يعني هم ما رضوش ب 4-2. ما هو ده الماتش المعاد يا جماعه، كما تنسوش اللي هو الحكم احنا كرمناه وقلنا هو حكم كتب تقرير في نفسه وتوقف 6 شهور، وقف نفسه وقال يا جماعه انا اديت لاعب انذارين ونسيت اطرده، فده خطا في القانون اعترف به الحكم خلال 48 ساعه، يستدعي اعاده المباراه. المباراه دي خلصت 4-2، ما رضيناش بال 4-2، خدنا 6-1. نشوف الست. حسن لعيب ايه؟ مش ممكن يا سلامة. حسن بالمليمتر تاني، عرضية خطيرة، بحلم بيك انا بحلم بيك، جوه الشبكة انا مستنيك، كامل اوصاف فني واهداف وليد فيصل في الشباك تغني يا حبيبي يا حبيبي. رايح لو بقى وهيبقى قد كده 10 مرات. تاني عرضية خطيرة ولكن تطلع طول الدفاعات مرة تانية. السيكا حزاري، فيديو كليب، من اين لك هذا يا سيكا؟ بحلم بيك انا بحلم بيك، جوه الشبكة انا مستنيك يا حبيبي يا حبيبي. رضوان عرضية جميلة، وليد حبيبي يا نور العين، وليد يسجل للشرقية هدفين يا حبيبي يا حبيبي. سمير وانيس، سمير والجول، جانا الهوا جانا، وانيس يسجل في مرمانا، واحدة 3 الشرقية بيسجل 3 يا حبيبي يا حبيبي. تاني انيس عايز يعدي ولكن بذرة قاطع وهو رايح يعني نط كانه بينط في حمام سباحة، وتاني مقطوع. الرباعيات، بحلم بيك انا بحلم بيك، جوه الشبكة انا مستنيك، موعود معايا بالاهداف، موعود يا رمضان. تاني حزاري، رمضان عرضية يا راجل، انيس بيقول له اهو. تاني حزاري طارق، يا سلام يا طارق حبيبي يا نور العين، طارق في القلب وفي العين، وحطها في الركن البعيد الغير هادي، وخماسية جميلة. رمضان، يلا رمضان، سلام على التمريرة، سلام على الباصة، سلام على الفنت، سلام على السادس، سلام على احلى الاهداف. جول، بحلم بيك انا بحلم بيك، جوه الشبكة انا مستنيك، وبالسداسية انا مستنيك يا حبيبي يا حبيبي. بنرحب طبعا بالاستاذ عبد الناصر زيدان حبيبي طبعا، الاستاذ جمال ابو المكارم واسره البرنامج كلها. الحمد لله طبعا النتيجه، الحمد لله انا راضي جدا، راضي عن اداء اللعيبه. المباراه طبعا كانت بالنسبه لنا صعبه، في ضغط عصبي بسبب قصه اعاده المباراه. طبعا الضغط الثاني بسبب انك تكسب المباراه تبقى اول مجموعه، فدي كانت عامله عبء شويه على اللعيبه، كان في شويه تنشنه الشوط الاول، ولكن الحمد لله هدينا اللعيبه بين الشوطين، ربنا كرمهم نزلوا ادوا اداء واثق فيه هدوء. الحمد لله ربنا كرمنا وصلنا مركز اول، وربنا يكرمنا ونكمل على خير ان شاء الله. الحمد لله، بشكر ربنا طبعا على المكسب النهارده. ادينا مباراه كويسه مع فريق محترم زي فريق الاعلاميين، عملنا جيم كويس. كابتن بكر كان مدينا تعليمات اللي احنا نضغط من اول دقيقه، واثمرنا الحاجه الضغط دوت ب3 اجوان في الشوط الاول، قدرنا نحافظ عليهم وزودناهم ب3 اجوان الثاني في الشوط الثاني، والحمد لله يعني في النهارده في الصداره مع الانتاج الحربي بس فرق اجوان. بحمد ربنا الاول على الفوز الكبير ده، وفوز جه في وقته. انت عارف الفوز النهارده كان لازم نكسب عشان خاطر نركب الدوري، وانت عارف برضو الفرقه لما بتكسب بتركب الدوري بيبقى صعب انها تنزل، بتبقى تركيزها خلاص بقت اول، فبيبقى خلاص بقى عندها حماس، عندها روح، عندها مكسب بيجيب مكسب. فبشكر لعيبتي وبشكر الجهاز الفني وبشكر كل الناس على المكسب النهارده، كله تعب فربنا ادانا يعني الحمد لله. المجلس الاداري طبعا الناس حزينه على الاداء وحزينه على النتيجه، زي ما قلت حضرتك دي الهزيمه الثانيه على التوالي 6-1، فطبعا الشكل العام لا يليق باسم الاعلاميين منذ نشأة النادي، وما حصلش ان احنا اتغلبنا بالنتيجه 6-1 ماتشين متتاليين. طبعا ان شاء الله غالبا يعني هيكون النهارده في اجتماع مع مجلس الاداره ويوم السبت، على اساس احتماليه كبيره ان الجهاز الفني كله هيقال ويتم تشكيل جهاز فني جديد ان شاء الله.